أذكر واحد من الشباب يدرس في ثاني ثانوي، يعني عمره يمكن 17 تقريبا، لكن الشاب صالح يعني في صلاح ذاتي. في بعض الناس يكون مثلا مستقيم ملتحي لكن أحيانا قد لا يكون عنده تعبد كثير بينه وبين رب العالمين، قيام ليل، بكاء، خشوع، يعني ما في تلك الصلة القوية. صاحبي هذا على صغر سنه إلا أنه حافظ القرآن وكان بدأ يحفظ صحيح مسلم، وصالح الولد صالح يعني في خشية. وقد ابتلاه الله بضعف شديد في النظر، ويلبس نظارات سميكة جدا، فهو مع النظارات بالكاد يستطيع أن يرى، مع وجود النظارات ما يقدر يشوف إلا شيئا يسيرا. ذهب مرة مع بعض زملائه للعمرة، في أثناء الطواف زملائه يمسكونه، فمرة يصدم في امرأة، مرة تلتفت عليهم، مرة يضيع عنهم، تعب نفسيا. ثم ذهبوا إلى المسعى، هذا يريدون أن يركضوا بين العلمين وهو ما يستطيع. المهم الولد تعبا شديدا معه، وضاق صدره على حاله اللي هو فيه. فقال لواحد منهم، قال له يا أخي لو سمحت في ترامس ماء زمزم في المسعى؟ قال نعم. قال طيب أوقفني عند واحد من هالترامس. أخذه من يده وأوقف عند أحد ترامس ماء زمزم. جاء صاحبنا وأخذ الكأس وقرب عند مكان صب الماء وجعل يتلمسه لحد ما رأى، وصاحبه واقف فوقه ينتظر يخلص حتى يكمل به، ثم صب له من ماء زمزم ورفعه. هذه وقفت عليها بنفسي القصة. ثم رفعه ماء زمزم لما شرب له، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فرفعه قال اللهم يا سميع يا بصير يا من هو على كل شيء قدير، يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه، يا ذا الجلال، اللهم رد علي بصري. بسم الله. وشرب. يقول صاحبه، يقول أقسم بالله يا شيخ أنه انتهى من الكأس وقال الله أكبر، وضرب بالكأس في الأرض ونزع النظارة وألقاها على الأرض وانكسرت. قلنا له يا فلان تكفى كلش إلا النظارة، يدخل التعب عليهم كلش. قال أغناني الله عنها. قالوا كيف؟ قال رد الله بصري. قالوا ها كم هذه؟ قال هذه 7. هذه 9. كم الساعة؟ الساعة 7. ويرد الله عليه بصره في لمحة عين.